كنت شغال. الو 2 3 4. اهلا، مساء الخير، ازيك، عامل ايه؟ انا مبسوط اني معاك في اوضتك. انت منين؟ هلو 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 يا جماعة، يا مساء الفل على حبايبنا وعلى كل حد بيسمعنا. النهاردة حلقة خاصة ومميزة جدا جدا، هنتكلم فيها عن حاجة كلنا عشناها وكلنا عندنا تجارب كتير قوي فيها. احنا ياما سمعنا كلام عن الصحاب وحاجات بقى شبه يا بخت من له صاحب جدع، فاحنا عادي جدا ممكن نقعد نقول من هنا لبكرة حكم وأمثال على الصحاب. الناس بتفضل تتكلم وتقول جمل زي الصحاب مش بالعدد والصاحب الجدع هو اللي تلاقيه جنبك في أي وقت، بس للأسف محدش بيتكلم خالص عن اللحظة اللي بتبص فيها في الشات بتاعك وتلاقي إن آخر 10 شاتس مثلا كلهم عبارة عن شغل، طلبات، أو حتى إعلانات. وده بطبيعة حال الدنيا، احنا كده كده كل ما بنكبر كل ما بنكتشف إن الصداقة ما بتبقاش على قد خروجة. الصداقة بتحتاج مجهود احنا بنكون اكسل بكتير من اننا نعمل. بنبدأ نقلق ونتوتر جدا من نوتيفيكيشنز لانها بقت عبارة عن التزامات اجتماعية تقيلة علينا. بعد 25 او ممكن بعد 23 على حسب، هتبدأ تكتشف ان كل اللمة اللي حواليك وعشرة السنين وكل اللي فات من حياتك وذكرياتك للأسف ما بقاش موجود. كان في زحمة ودوشة كتير. اول لما انت بعدت شوية واتشغلت كله بيهدى والريتم بيفضل يقل تدريجيا لحد ما يختفي. عشان كده أنا النهاردة مش لوحدي، اسمحولي أرحب بحبيبة قلب الناس كلها، ضحى زهرة. ازيك يا ضحى، عاملة ايه؟ ازيك يا بسوم، عامله ايه؟ عشان شايفك. انا اسمحي لي اقول لك ان الحلقه دي مثلا في دماغي من وانا في سيزون 1 حرفيا، من قبل بجد ما افكر في اي حاجه في سيزون 2. انا كنت عامله حسابي ان خلاص الحلقه اللي قبل الاخيره عشان دي هتبقى الحلقه 9 هتبقى معاكي والتوبيك جاهز في دماغي، كل حاجه جايه في دماغي. بحبك يا بسوم، وانا كمان عشان والله. بختمها مسكه طبعا. ده كده كده خلوني اقول ان انا مش جايبه ضحضوحه عشان نمدح في الصحاب، او عادي ممكن نمدح براحتنا، بس اساسا انا قررت اجيبها عشان بحس ان هي اكتر حد فريندلي وجميل في الدنيا، وبحسها المعنى الفعلي الحقيقي لصاحب صاحبه الجدع اللذيذ اللي بيحب الكل والكل بيحبه بجد. ما شاء الله طبعا، حاجه تحفه. ويا اسطى بجد انا بحسك دايما بتفكريني بفتره شبابي. انا عارفه ان انا مش كبيره فشخ، بس بحس ان بجد نفس الفايبس بتاعتك وانا في الجامعه وانا في ثانوي كانت هي نفس الفايبس بالظبط. وحاجه لو مش كل الناس تبقى عارفاها يا جماعه، ضحضوحه تبقى اخت اعز اصدقائي، فهي مش صاحبتي دايركت. ومن هنا طبعا تحياتي لدنيا زهرة قاعدة منورانا، وتحياتي لآل زهرة نفر عشان بحبهم كده كده. بنحبك يا بسومه كلنا ان شاء الله. ماشي، طيب نرجع لموضوعنا. انا بيجي في بالي كتير جدا ليه علاقتنا بصحابنا بعد 25 او بعد الجامعة بتختلف تماما، وليه ما بقيناش بنعرف نعمل صحاب جداد، وايه اللي بيخلينا نتمسك بالناس اصلا واحنا عارفين ان خلاص فترتهم عدت. فيلا بينا نبدأ. وقولي لي يا ضحضوحة، بما انك لسه ما اتخرجتيش ولسه ما عدتيش ال 25، فهنتكلم من منطلق ان انتي بتمثليني من كذا سنة وانا ان شاء الله ما بقاش المستقبل قوي يعني، فتمام. احكي لي الاول عن جمال ولذاذة ووردية الفترة اللي انت فيها دلوقتي، او بداية من فترة الثانوي. عامه انا خلصت ثانويه عامه، انا دخلت الكليه. يعني ممكن حاجه ما حدش يعرفها كتير، بس انا صيدله عامه كانت من احلامي، بس في نفس الوقت ما كانتش اعلى حلم انا نفسي فيه. يعني في الاغلب اي حد بيدخل علم علوم دايما معروفه يعني ان الطب بالنسبه له هي التوب دريم. اوكي. فانا بالنسبه لي كان برضه نفس الموضوع بصراحه، مش هقول ان هو لا، على قد ما انا كنت راضيه وقتها والدنيا عدت. بس برضه انا عشت ترم في الكليه ما كانش احسن حاجه. اول ترم في الكليه ده بجد كان صعب جدا بالنسبه لي. ممكن صحابي ريليتوا قوي للموضوع ده بالذات، هبه وهنا ومروه لما يسمعوا الحلقه دي بجد هيعرفوا الكلام ده. بس بجد الترم ده كان بالنسبه لي وحش قوي 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 قوي، لان انا كنت داخله حاجه كانت بالنسبه لي جديده جدا. مريت بتجربه قبلها بجد ما كانتش لذيذه برضو، يعني من حيث الوقت اللي هو كان قبل الرغبات والوقت ده كله عديت بمشاكل كتير ما كانتش ألذ حاجه من الناس حواليا. فلما دخلت الكليه اول ترم ده انا يعتبر كنت مقضياه لوحدي اغلبه، لان انا اتفاجئت بالحقيقه المره ان انا الوحيده اللي في وسط اصحابي كنت جروب تاني، كنت جروب ايه هم كلهم جروب بي، ودول كانوا الناس الوحيده بالنسبه لي في الكليه اللي عارفاهم. اوكي. فانا بالنسبه لي وقتها كنت مصدومه بالحقيقه المره، اللي هو خلاص يا ضحى انت هتعيشي بجد سنين الكليه كلها لوحدك. وساعتها بقى قعدت افكر في الناس فعلا لما بتتخرج بتقعد تقول قد ايه ان هي وحيده، وان هو بجد ما كسبتش حاجه من الكليه. وفعلا كنت داخله في دوامه ان انا حتى المكان اللي انا كنت شايفاه حلم بالنسبه لي
حاسه ان انا هكرهه. وكالعاده يعني الافكار الوحشه بتسيطر على الانسان احيانا، بيقعد يفكر في الحلو في الوحش كله قصدي، بس احيانا بينسى كتير الحلو اللي محاوطه. لغايه ما في اخر الترم الاولاني تقريبا او الترم الثاني، وممكن برضو صحابي ريليتوا لحاجه زي دي ان احنا مش عارفين لغايه دلوقتي احنا اتجمعنا ازاي وناسيين حاجه زي كده. بس فعلا الدنيا اتشقلبت بجد 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 180 درجه، كل حاجه اختلفت، كل حاجه. اعتقد ان الفضل الاول والاخير بجد كان دايما لاصحابي بجد. الكليه، انا في كليه عامه مش سهله، كل الكليات بجد صعبه، بس الكليات العمليه فعلا بتزيد الصعوبه بتاعتها تقريبا بنسبه 90%. فانا كليتي بجد مش سهله، يعني بالنسبه لشخص يقضيها لوحده او كده، غير انها كليه انا عمليه تقريبا بنزلها كل يوم، بقضي فيها عدد ساعات كتير قوي، ففكره ان انا اقضي كل ده لوحدي كان بجد صعب قوي. بس وجود صحابي معايا هو اللي قلب الدنيا، خلاها ورديه بعد ما كانت بجد كلها كحل. تجمعاتنا طول الوقت بجد الاقي ان حد بيسال عليا، حد بجد خايف عليا، حد عايز يطمن عليا طول الوقت، حد بجد بجد همه زعلي، همه نجاحي، همه فرحي. بجد الحاجات دي كتير قوي انا عشتها مع اصحابي بدون ما اطلب ده، وكلنا كنا كده. مش انا ما اعتقدش ان انا كنت ضحى انا الوحيده كده، لا احنا كلنا في السيركل دي، كلنا بنحس بنفس الحاجات، كلنا بجد منتمين للعلاقه دي. فاعتقد لو في اجابه واحده للموضوع عن ورديه الحياه، فهم بجد صحابي بتوع كليه بجد، لان انا عشت معاهم حاجات كتير قوي ما اعتقدش ان انا عشتها قبل كده. وده مش معناه ان انا صحابي اللي كانوا قبلهم ما ادونيش نفس الاحساس، بالعكس، لا انا عشت مع صحابي اللي برضو ساعه ثانويه حاجات كتير قوي حلوه وبحبهم جدا 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 جدا. بس يمكن الصحاب اللي بيجوا لنا بعد ما احنا نكون فعلا يعني فولي ماتيور كده وناضجين فعلا وعارفين احنا عايزين ايه، وحياتنا بجد تبان انها بشكل كبير مكتمله، الاحساس معاهم في كل حاجه يكون مختلف، مشاعر مختلفه، علاقه شكلها مختلف، بنعيش حاجات كتير قوي مع بعض بجد فعلا مختلفه. فده اللي بيخلي احساس صحاب الكليه ممكن مختلف عن اي صحاب قبلها، عشان بتعيش معاهم كل حاجه وانت فعلا شخص عقلاني، كل حاجه في حياتك فعلا بقت بتمشي في شكل جد قوي. فخلاص صحاب الكليه دول هم فعلا بقى اللي بيشكلوا الشخصيه، بيشكلوا فعلا الحياه تبقى عامله ازاي. يعني انتي قلتي ان الصحاب اللي بيجوا بعد فتره الفولي ماتيور دي هم اللي بيأثروا على شخصيتنا بشكل اكبر. يعني انا مثلا في دماغي بحس ان الصحاب اللي من واحنا صغيرين، مثلا فكره ان احنا بنكبر مع بعض، بنمر مع بعض بكل المراحل الحلو والوحش، بيجي لنا وقت بنتغير، او اكشلي كده كده بنتغير على مدار بقى كل السنين دي. احنا عرفنا نحافظ على صداقتنا during برضو التغييرات اللي بتحصل، رغم ان هنتغير احنا الاثنين لنفس الحاجه. فاهمه قصدي؟ احنا كده كده في كل وقت في حياتنا احنا بنتعرف على اصحاب كتير مختلفه، شخصيات فينا احنا شخصيا مختلفه. اوكي. بجد الناس اللي حوالينا زي ما هم بيتغيروا احنا برضو بنتغير. الله اعلم مثلا بالنسبه لهم ممكن يكون للوحش او للحلو، بس احنا ان جنرال كلنا هنتغير. بس الفكره ان انا بشوف طول الوقت ان العلاقات عامه البشريه احنا بنكمل بعض. في ناس ممكن يكون تغييرها ده بقى مش مكمل ليا، اوكي، او ان احنا فعلا مش قادرين خلاص ان احنا نفيد في نفس الحاجه، فبالتالي احنا خلاص علاقتنا مش فكره انها مش نافعه على قد ما احنا مش قادرين ان احنا نتكيف مع بعض. بحس ان في ناس كانوا اصحابنا زمان مثلا قريبين لينا عشان احنا مشينا تقريبا في نفس مثلا الطريق في الحياه، اوكي، فاحنا دماغنا بقت متكيفه عادي ان احنا نقدر لسه نستقبل كلام من بعض، نتقبل بعض، نعيش حياه بجد فعلا شبه بعض شويه. فاحنا قادرين ان احنا نفهم بعض بشكل كويس، وناس عادي كنا بنحبهم جدا 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 وممكن يكونوا لسه في حياتنا، بس الطرق فرقتنا يعني بمستوى مثلا ايا يكن، سواء مثلا فرقتنا بنسبه كبيره او فرقتنا بنسبه بسيطه، بس احنا ما عادش في حاجه كومن ما بيننا. اوكي، فبالتالي طرقنا هتبدا انها تتفرق شويه، بس في نفس يعني بس في كل الحالات لا عادي، احنا في ناس واحنا صغيرين يعني لو جينا دورنا هنلاقي ان هم مكملين معانا حياتنا لغايه دلوقتي. انا ليا ناس كتير قوي قريبه بجد كتير، يعني انا ممكن اقرب صحاب ليا في حياتي كانوا معايا من زمان. اوكي، يعني ممكن ضحى معايا من ابتدائي، حبيبه معايا من اعدادي، انا صحابي دول قريبين مني قوي قوي لغايه دلوقتي، اوكي، اعز صحاب ليا. بس بلاقي ان احنا عشنا حاجات كتير قوي سوا لدرجه ان احنا فاهمين دماغ بعض، ممكن بنكمل بعض، مثلا هي بتديني 40% انا بديها 60%، هي بتديني مثلا 70% انا بديها 30%، بس بنوصل في الاخر ان احنا في بينا حاجات كومن. لكن الناس اللي اتفرقنا مثلا بنسبه كبيره او ضاعت ما بيننا كده السنين لدرجه ان احنا مثلا ما عادش في حاجه حوالينا ريليتد كده لينا، يعني ما بيننا وما بين بعض، بحس دول اللي احنا بنتوه في النص. بس ده مش معناه ان هم وحشين ولا احنا وحشين، احنا بس ما عادش في حاجه فعلا تربطنا. هل المكان هو
العامل الاساسي في تكوين صداقاتنا؟ المكان اه. كده كده ده 1,000,000%. امم. احنا بجد احنا نتاج المكان اللي احنا فيه. كل ما كان المكان ده كويس كل ما هيكون بجد فرصة احسن ان احنا نعمل صداقات فيه. اوكي. وفي نفس الوقت احنا بنتأثر 1,000,000% بالبيئة اللي احنا فيها. البيئة دي لو كويسة وفيها ناس كويسة احنا نقدر ان احنا نطلع ما منهم ناس كويسة نصاحبها. لو مش كده وكل المكان بجد البيئة بتاعته مش احسن حاجة نفسيا، احنا مش مرتاحين لبعض، في مشاكل طول الوقت، سواء مثلا الحاجات دي بقى بتكون ريليتد اكتر للشغل وكده، فعلا لا هنعمل صحاب ازاي؟ ممكن الشخص اللي قدامي مش وحش بس البيئة وطبيعة المكان هي اللي جبرانا ان احنا نشوف بعض كده. اوكي، يعني هي ملهاش علاقة بالشخص نفسه، يعني مش الشخص هو اللي بيصنع الأصدقاء، المكان هو اللي بيجمع الناس ببعض ويخلي بينهم صداقة. الاتنين يعني عادي ممكن يكون الاتنين، بس مفيش حاجة في الحاجة، يعني مفيش حاجة في الحاجتين دول مع بعض بتاخد النسبة لوحدها. يعني مش هي اللي بتمشي الحوار لوحدها. لا يعني مش البيئة الوحيدة هي اللي هتخليني اعمل صحاب، ومش انا لوحدي اللي هتخليني اعمل صحاب. انا ممكن اكون شخص كويس جدا، انا كضحى مثلا بشوف نفسي اجتماعي جدا 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 ما شاء جدا الله بجد. بس انا في بعض الاماكن فيها بحس ان انا مش مرتاحة، بحس ان انا اصلا مش متقبله ان انا عايزه اتكلم مثلا مع حد او كده. وبجد فعلا حصل لي الموضوع ده قبل كده، ان انا حاسه ان انا لا انا هسطح علاقتي بكل الناس اللي موجودين هنا عشان حاسه ان المكان مش شبهي، او حاسه ان مش دي البيئه اللي انا المفروض اطلع منها بصحاب كويسين ليا. اوكي استني، طيب اصلا هل انت لما بتبصي للشخص بيبقى في دماغك معايير معينه لحته الصاحب الكويس، اللي هو لا انت والله انا فاهمه فكره الشبه، اللي هو انا يعني نفس الشيء بالنسبه لي، انا لو قابلت ناس حسيت ان هما اتليست مش بيفهموا هزاري احس ان انا مش مرتاحه، اللي هو لا شكرا خلي علاقتنا على قد بجد السلام، او اسطح حاجه في الدنيا لمجرد ان فاكس انتوا مش هتفهموني ومش بتعمق. انا فاهمه الحته دي، بس هل انا يعني مثلا من بعيد ببص لحد وبقعد افكر انه طب انت يا ريت بقى يبقى انت فيك الصفات اللي انا عايزها؟ لو انا هرد عليكي كضحى اقول لك لا. أوكي. لان انا يعني انا مش عارفه، بس انا لو بصيتي لو حد بص على حياتي مثلا من بعيد على كل صحابي بحس ان انا بجد عندي شخصيه مختلفه مع كل الناس. اوكي، يعني بحس ان انا كده كده انا كضحى انا مش هغير في شخص قدامي او ابص فيه على كواليفيكيشنز معينه عشان خلاص دي اللي انا عايزاها فيك عشان تبقى صاحبي. بس بحس ان انا كل صاحب بعامله بطريقه مختلفه. يعني فعلا في صاحبه شويه انا حاسه ان انا ممكن، على فكره في ناس في حياتي ممكن ما يفهموش هزاري، بس انا ببقى عارفه ان النقطه دي في الشخص ده هو مش هيعرف يفهمها مني، فدي حتى انا بتجنبها معاه. في شخص تاني انا عارفه ان انا هعرف اهزر معاه كويس، في شخص تاني انا عارفه ان انا هحكي له مشاكلي كويس، في شخص تاني انا عارفه ان انا بجد لو انا محتاجه مثلا مشوار لكذا هو الوحيد اللي هيجي معايا، هو الوحيد اللي هيقوم يلبس مش هيبقى مكسل وهيجي معايا. فبحس ان احنا لا الموضوع مش كده خالص، على قد ما احنا بحس ان احنا في الحياه بناخد حاجات مختلفه من اشخاص مختلفه. ما ينفعش ان انا ادور في كل حاجه انا محتاجاها في كل الناس كل مره. مش كل مره هقابل نفس الشخص هيكون عنده نفس الحاجات اللي انا محتاجاها عشان اقول عليه صاحب كويس. وممكن يكون صاحب كويس بس مش من المنظور اللي انا حاطاه له جوه دماغي، مش الستيريوتايب المعينه لان الصاحب كويس ده المفروض يبقى فيه كذا وكذا 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 وكذا. بس الشخص ده انا ممكن استفاد منه او اخد منه مثلا حاجه معينه في صداقتنا انا ممكن ما الاقيهاش في حد تاني اصلا. فده معنى صاحب كويس بالنسبه لي، مش على قد ان انا فعلا لقيت حاجه فيه معينه. لان بجد انا لما ببص، يعني انا لو ببص على شريط حياتي دلوقتي مثلا وانتي بتسالي السؤال ده انا حاسه ان اصحابي كلهم مختلفين. كلهم يعني. وفي ناس مثلا ليا في الكليه صحابي بجد بعزهم جدا كمان، بس بحس لا يعني صحابي دول لو قعدوا مع صحابي اللي هم شلتي وصحابي دول اللي هو لو قعدوا مع صحابي التانيين محدش فيهم هيفهم حد. فبحسش ان الدنيا كده، ولو كل واحد بص على حياته فعلا هيشوف كده، هيشوف ان هو ليه صاحب بجد. يعني شويه مثلا ان هو ده يقدر يهزر معاه، شويه ده عارف ان هو بيتجنبه مثلا في حاجه معينه عشان هو في حاجه معينه مثلا هو مش قادر يتكلم معاه فيها، وهكذا. اوكي، هل انت مثلا حالا او حاليا شايفه ان في لحظه هتيجي بعدين انت حاطه لها توقعات بس واقعها فعلا من كل التجارب الناس اللي حوالينا بتقول ان لا هي مش تبقى كده؟ اوكي، هو انا كده كده اصلا متقبله جدا فكره ان كل حاجه في الحياه ليها وقتها. اوكي، يعني الاكستريم بتاع كل حاجه ليه وقت في الحياه. وقت الفرهده واللعب والهزار والحاجات الحلوه والتزويق من الحصص ده كان اعدادي. ثانوي بدانا ان احنا يكون في مثلا مشاكل شويه، نبدا ان احنا كبرنا في صدمات شويه في الحياه، الدنيا بدات تتلخبط، ممكن يكون بعض اصحابنا لينا مشاكل معاهم، دي كده ثانوي. كليه زي ما انا كنت بقول ان هو ممكن دي بالنسبه لي انا ان هو فتره بقى ان انا نضجت شويه، بقيت عارفه انا عايزه ايه، بقيت عارفه بجد ايه اللي انا محتاجاه، بقيت عارفه المفروض اعامل الناس ازاي، الناس تعاملني ازاي، ايه الحاجات اللي انا المفروض اتقبلها ولا. ده كده بالنسبه للكليه.
بما ان انا الحياه اللي بعدها لسه ما جربتهاش، مع اني جربتها يعني نص نص كده في وسط الكليه وكده، لان انا من اول سنه تقريبا في الكليه وانا بشتغل حاجات مختلفه كتير، دي حاجه محدش يعرفها يعني. بس لما انا يعني لما بندمج وسط الحياه كده اللي هي العمليه بعيدا عن صحابي، بكتشف قد ايه ان الموضوع كان صعب. يعني انا في ثانيه كليه تقريبا انا حاسه ان انا قضيت السنه دي من غير صحابي خالص 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 خالص. ممكن ناس كتير حواليا فعلا لما تسمع الكلام ده ممكن تحس ان يعني كلام واقعي، عشان انا كتير قوي كنت بقعد اشتكي من الحته دي، وبعد اقول ان انا ندمانه قوي على ممكن على السنه دي كمان هي وسنه ثالثه، لان انا حسيت ان انا بذلت مجهود في حاجه ممكن ما كانش ده وقتها وما كانش ده سنها. حسيت فيها ان انا وحيده جدا، وحسيت كمان قد ايه ان هي المشكله ما كانتش من ناحيه صحابي خالص. المشكله ان انا كنت اندمجت قوي في شغل مثلا او حاجه او كده، وبدات ان انا اهمل حياتي قوي بالنسبه له. يعني بدات اهمل حياتي بسببه مش بالنسبه له. فلما انا اندمجت في الحته دي شويه كنت فعلا حاسه ان انا لوحدي. اتصدمت بحته الواقع بجد ان احنا بعد التخرج يعني فعلا هندخل بقى في دايلامان الحياه خلاص، اللي هي بجد كلها مسؤوليه. انت بتشتغل، انت بتروح بتعمل مش عارفه ايه، بس بجد مفيش حاجه في النص انت بتبسطك. حته ان انت تعمل صحاب بقت فعلا ممكن تكون صعبه، لان انت كده كده اصلا حياتك ماشيه في دوامه، انت اللي بتجري وراها مش هي اللي بتجري وراك. اوكي. على عكس لما كانت مثلا ممكن تكون قبل ما نتخرج، اللي هو عادي المرحله اللي انا اصلا لسه فيها الحياه هاديه شويه، الحياه راسيه. احنا اصلا اعتقد ان احنا في الفتره اللي هي قبل ما نتخرج دي احنا بنعمل صحاب ممكن كمان لكونسبت المكان، لكونسبت الصحاب، لكونسبت ان الناس حوالينا كويسه، بس في كونسبت تاني مهم قوي، ان احنا عقلنا راسي، ان احنا الدنيا بجد ماشيه حوالينا برتم بطيء شويه، ان احنا لسه مفيش حوالينا مسؤوليات، مفيش لسه حوالينا حاجات كبيره قوي بتحكم علينا فعلا. ان هو انت بتجري وخلاص، انت مش فارق معاك اصلا ان انت تعمل صاحب النهارده تعمل صاحب بكره، انك تقضي اليوم حلو، على قد ما انت يومك يمشي وخلاص، تاخد سالري اخر الشهر، الدنيا خلاص مشت، عايزه احقق حاجات اكبر، عايزه احقق احلام. دماغنا مش فاضيه ان احنا نعمل صحاب، على عكس ما احنا عايزين نحقق حاجات تانية. اوكي. لان خلاص كده كده وقت الاكستريم فعلا في حته الصحاب دي عدى. ممكن اللي عدى فيه مثلا بشكل كويس عدى، واللي عدى وحش عدى، بس في كل الاحوال بتبدا ان انت تدخل في مرحله جديده خالص. اكيد بجد المرحله دي بيبقى فيها صحاب، محدش هينكر ده، بس مش نفس مش بنفس طاقة زمان. بالظبط، ولا بنفس طاقه زمان، ولا بنفس سرعه ان انت تعمل صاحب زي زمان، لان كل واحد بيبقى مندمج في حياته قوي ومنشغل في حياته قوي. لو بصينا حتى على عائلتنا، بابانا مامتنا، اي حد حوالينا مثلا كبير او كده، تلاقي ان الدنيا سلاهيه قوي، كل واحد منشغل فعلا في مسؤولياته. كل الناس مثلا بتقابل صحابها دول في المناسبات، ممكن يكلموا بعض حتى كل فتره او حاجه، بس كل واحد بيبقى مشغول فعلا في حياته. وده مش مشكله خالص مننا ولا مشكله من صحابنا، على قد ما فعلا دي سنه الحياه، ان هو بجد هيجي وقت خلاص يعني احنا فيرسس الحياه بس. وان هو بجد فعلا ما كان يعني خلاص وقتها مش هيكون فيه براح ان احنا مثلا ندخل علاقات جديده، او ان هو يكون في ناس جديده، نبقى في الاغلب مكتفيين بالناس القديمه، ومع كام حد كده اتعرفنا عليه جديد بسبب الحياه مثلا، وبس. اوكي. طب يا اصلا انت جاي في دماغك ايه الحاجه اللي ممكن الناس تعملها علشان تقدر تحافظ على صداقاتها؟ ايه اللي ممكن يخلي العلاقات دي مستمره بشكل اكبر مثلا بعد الفتره اللي خلاص بنجبر ان احنا ندخلها والحياه بقى بتسحلنا وكل ده؟ حاسه نعدي لبعض، لان بجد احنا بعد الفتره دي مش كلنا حياتنا بتمشي بنفس الريتم. في ناس اللي هتتجوز، في ناس هتشتغل، في ناس هتسافر، في ناس هتفضل محلك سر مش تعمل اي حاجه، في ناس لسه مثلا ربنا هيرزقها مثلا بحاجه في مكان كويس قوي، ناس مش عارفه ايه، مش عارفه. بس حاسه ان اغلب الفتره دي الناس يعني بتختفي من حياه بعض بسبب سوء تفاهم في بعض الحاجات. ان هو مثلا دي حصل لها حاجه ما قالتليش، دي حياتها مشت ازاي وانا ما عرفتش، دي اتشغلت قوي في حاجه فما بتسالش عليا. على قد ما انا حاسه ان احنا المفروض نكون هون مع بعض شويه، او الحياه تبقى سهله عن بعضها عند بعض، ونراعي حته ان هو فعلا ان الحياه ما بقتش صغيره، ولا احنا بقينا صغيرين زي زمان. كل شخص فعلا هيبقى فيه مسؤوليات في حياته، كل شخص هينشغل في حاجه، وعلى قد ما انت يجيلك وقت ان انت تقدر تسال على حبايبك وعلى الناس اللي انت بتحبهم، طلع موبايلك بس في يوم في نص السحله اللي انت فيها، وقرر ان انت تسال بس على حد، تتصل بيه، تطمن عليه، عامل ايه الاخبار، الدنيا بقت عامله ازاي. انا ممكن مش بريليت لحاجه زي كده دلوقتي مع اصحابي، بس بجد بريليت ليها قوي قوي مع عيلتي.
لان انا برضو طالعه من عيله الحمد لله الحمد لله، بس احنا كنا قريبين من بعض قوي ما شاء قوي الله. قوي 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 قوي، ممكن اكتر من اي حد يتخيل ده. ما شاء الله. ومره واحده اصطدمت بالحقيقه ان الناس كلها كبرت، الناس كلها سافرت، اللي اتجوز، اللي دخل حاجه تانية في حياته دخل فيها، ولقيت ان احنا بجد بنسال على بعض مثلا تقريبا مره كل شهر. في الاعياد بنتجمع، في المناسبات السعيده مثلا نتجمع، المناسبات الحزينه بنبقى موجودين. بس فعلا الحاجه الوحيده اللي فعلا بتدوم الود دايما ان انت لو باقي على الشخص ده، انت لو جه في بالك في يوم من الايام كده هتسال عليه. انت فعلا مش مش مستني منه ان هو يبرر، مش مستني منه تعرف هو ليه كان مختفي كل ده، مش مستني منه يعني توصل منه ليه انت ما سالتش عليا امبارح، ليه ما سالتش عليا مش عارفه ايه، عشان فعلا الدنيا تلاهي. والحاجه الوحيده اللي هتخلينا نبقى على بعض ان احنا نكون هاينين على بعض، ان احنا نعدي لبعض. الدنيا فعلا مش سهله زي ما بيظهر، وبجد ما بتبقاش بسيطه خالص. كل واحد فعلا بيعدي بحاجات كتير قوي في حياته ومسؤوليات كتير قوي بتخليه فعلا حاسس ان هو مش قادر. ممكن يكون يعني الموضوع ده ما يكونش باين قوي قوي اول ما نتخرج، بس بيبقى بعدها بسنين، انما بعدها بسنتين 3 كده فعلا انا مش هبقى عارفه كذا مين من صحابي فين دلوقتي، بس انا بس عايزه اطمن عليه. هيجي في بالي وقتها، فانا هحس ان انا عايزه بس اكلمه، فان احنا بس نشيل من على بعض التبريرات، وان احنا نفضل دايما في بال بعض عشان نفضل دايما دايمين الود ده عند بعض. بس انا باجي افكر في الحوار ده اللي هو ليه مثلا ناس كتير كانت موجوده ما بقتش موجوده ومن غير مشاكل. يعني احنا كده كده العلاقه ما انتهتش، هي انا ما اعرفش هي انتهت ولا لا اصلا، بس احنا فجاه ما حدش بيتكلم. انا ما اعرفش مثلا هل الناس دي انا باجي في بالهم، بس هم بيجوا في بالي. فلما قعدت افكر ان طيب ماشي الوضع ليه ما استمرش، حسيت ان هي جايه من حته ان في شخص واحد بس هو اللي عنده ability انه يحاول، ولا عنده ability يبذل مجهود. انا ما اعرفش، يعني انا كده كده ما كانش مع حد في ده. فمش عارفه الناس بتفكر في ايه، او الناس بتقرر مثلا تحافظ على علاقات معينه ليه. يعني ليه مثلا دنيا قررت تكلم بسمة وقررت ما تكلمش ضحى، فاهمه؟ مع ان مثلا هم نفس كل حاجه كانت هي ف بحس ان هي عشان تظبط وعلشان تكمل وعشان يعني اللي باقي او اللي مخلي مثلا علاقتي انا ودنيا مكمل لحد دلوقتي ان احنا الاثنين لسه الحمد لله الحمد لله طبعا لسه بنكلم بعض عادي. هي بتتسحل وانا بتسحل وبنروح وبنيجي، وهي عندها صحاب تانية وانا عندي صحاب تانية، كل ده. بس مش بسمة بس اللي بتسأل، مش دنيا بس اللي بتسأل، عشان لو هي مشت على رتم ان شخص واحد بس هو اللي كل شويه بيتكلم، هو اللي كل شويه بيسأل، الشخص ده هيزهق. ده كده كده زي اي حاجه في الدنيا. فكره ان انا هبذل مجهود لوحدي حتى لو مجهود قليل قوي، ان هي مثلا يعني لو هي كل مناسبه بتدخل تبعت لي، اكيد هتيجي مناسبه تحس انه طب هي ليه بس ما بعتتليش، which is منطقي جدا، انا ليه ما بعتلهاش، وهكذا. دي حقيقه فعلا. يعني انا بحس ان انا اللي كضحى مثلا ممكن ما بلومش حد بقالي كتير قوي. مش قصدي لوم، انا عارفه انا كنت لسه هقول لك حاجه في نفس اللي انت قلتيه. يعني انا ممكن انا مثلا كشخصي انا بقيت بحس ان ساعات ما بركزش في حاجه زي كده، انا بزعل، بس انا نادرا مثلا لما بقول لحد انا زعلانه منه ان انت ما سالتش في كذا، بقيت بحس ان انا مش قادره ان انا الوم حد. بس كده كده انا مقتنعه مليون في الميه، مش عارفه بصراحه ان ده غلط ولا صح، بس برضه انا مقتنعه مليون في الميه ان مفيش حاجه في الدنيا اسمها بجد حب غير مشروط. انت كده كده احنا حبنا مشروط كلنا لينا بعض، حتى بجد الام والاب اللي الناس دايما بتقول ان هم حبهم غير مشروط ما بتبقاش كده. بس برضه في نفس الوقت انا مستنيه من بابايا ومامتي حاجات، هم برضه مستنيين مني حاجات بالظبط. حتى لو هم مش اشخاص انانيه، بس دي العلاقات، دي طبيعه العلاقات. انا مستنيه منك حاجه وانت مستني مني حاجه. لو انا طول الوقت اعتمدت ان الحاجه دي بتيجي منك انت بس، طب ما انا ممكن انا اصلا في وقت من الاوقات انت تزهق او انا ازهق. فكده كده اصلا الحاجه طول ما هي متبادله مستمره. ايوه، ودي حاجه بجد فعلا واقعيه 100%، محدش يقدر ان هو ينكر عكسها. لان عادي انا حتى لو انا بحب الشخص ده قوي وعدى بجد فتره كبيره جدا برضو، انا اللي بسال، انا اللي بهتم، انا اللي بعمل، وانا ما حسيتش منه ده، طب ما انا هيجي عليا وقت ازهق، هيجي عليا وقت على الاقل انا ممكن احس ان انا تقيله. طب ما خلاص ما تكلميش يا ضحى، طب خلاص ما تساليش، ما دام الشخص اللي قدامك ده كده كده اصلا مش مهتم ان هو يسال، مش مهتم ان هو يصلح، مش مهتم ان هو يعمل، ليه انت اللي مهتمه بس؟ ودي كده كده انا مش بشوفها انانيه، على قد ما انا بشوفها ان خلاص انت اخترت طريق معين انت عايزه، انا برضو كمان هختار الطريق اللي مريحني. انا كده كده بحبك وبكن ليك كل الاحترام والتقدير، بس انا برضو محتاجه ان انا احس ان انا شخص محبوب، ان انت فعلا برضو عندك الدافع انك تسال عليا زي ما انا بسال عليك.
فلا كده كده اصلا كل اللي حتى الاجابات اللي انا قلتها من قبل كده، وان احنا نود بعض وان احنا نسال على بعض، كانت حاجات كلها قايمه علينا احنا الاثنين مش على شخص لوحده. ان هو طول ما انت عندك ده وانا عندي ده العلاقه فعلا هتستمر. بس بقول ان احنا نعديها لبعض. يعني انا لو انا عارفه ان الشخص اللي قدامي فعلا بيسال، بس جه مثلا مرتين او حاجه فلتت منه، جت مناسبه مثلا خاصه قوي وهو نسى يسال، دي عدها له عادي عشان الدنيا بتمشي. بس ان جنرال لو الحاجه جايه مني انا بس ما بتجيش منك، لا طبعا. يعني شكل علاقه زي دي مش مريح، وممكن ما يكملش بسبب ان هو فعلا انت مش مهتم لحاجه زي كده. ودي حاجه اساسيه، حاجه اساسيه ان انا احس ان انا طرف في العلاقه دي، مش ان انا بس الشخص اللي بيدي فيها. فبس هل يا اسطى كل ما بنكبر كل ما ان احنا كده كده بنلتمس لبعض اعذار، بس هل مبرر بقى كسل وسهله الحياه ان ده ما يحصلش، ان الود ما يفضلش مستمر عادي؟ بصراحه انا بشوفه مبرر. مش عارفه ليه بقيت بحس ان احنا بقينا بنستسهل حاجات كتير قوي في حياتنا، بالذات بصراحه بجد. يعني مش عارفه الموضوع ده كده كبرت الموضوع، لا بس بحس في مصر كتير قوي. بحس من كونسبت يعني كتير قوي بقت بتتقال قدامنا، احنا بقينا فعلا بنستسهل حاجات كتير قوي. بقينا من كتر ما بنطلع على حاجات معينه وتجارب معينه وناس بجد بتقول كلام معين احنا ماشيين وراه وخلاص، مع ان الدنيا بجد ممكن ما تكونش كده. يعني عادي احنا ممكن ان احنا نسال على بعض، ممكن ان احنا نتكلم، ممكن بجد يكون في سحله، بس انا برضو لسه بطمن على ناس معينه لسه بكلمهم. الدنيا سحله بس مش للدرجه دي. يعني عادي انا لو افتكرت شخص مثلا مره كل اسبوعين فده معناه ان انا افتكرته، بس ان انا تعدي مثلا شهور واقول ياه وافتكرت الشخص ده وجاي افتكره مع انه كان من اعز اصحابي، فلا ممكن يكون في سبب تاني. لو احنا قدرنا ان احنا نتكلم عشان نفهم ايه السبب تاني ده ونحل الدنيا، لو احنا الاثنين باقيين على العلاقه دي هتبقى حاجه كويسه قوي. لكن لو في حد خلاص فلتت من ايده الحبل التاني، خلاص الدنيا يعني الميه هتمشي في مجاريها بقى. خلاص ان الحياه فعلا هتاخدنا، الشخص ده راح لحياه تانية، انا رحت لحياه تانية، والدنيا مشت زي ما هي. بس ده ما ينكرش بجد ان في ناس بعد سنين كتير قوي لما بتتخرج لما بتروح لحياه تانية مش عارفه ايه او كده، بجد علاقتهم بتفضل كويسه جدا جدا وكل حاجه ماشيه. في ناس كتير بجد بتسافر اصلا ما بتكونش موجوده، وناس موجوده هنا مثلا وسطنا وبتلاقي علاقتهم كويسه قوي. يعني صاحب ده دايما بيسال على صاحبه ده مع ان ما بينهم بلاد وما بينهم يعني كام كيلو متر، بس عمري ما الود قل. لا حاسه ان هو احيانا بتبقى كسل، واحيانا ان احنا بقينا بنستسهل. يعني بستسهل ان انا اضيع العلاقه دي من ايدي، بستسهل يا عم ما تكبر دماغك، بستسهل يا عم ما تسالش. يا اسطى تحفه، ايوه انا بتكلم هي البوينت دي بجد. ممكن الناس بقت بتستسهل انه خلاص فاكس، فاهم؟ بالظبط. انا اصلا بقيت مسحول في حياتي فانا ما عنديش وقت اصلا لاصحاب، فصباح الفل. وبحس ده بجد من كونسبتس كتير بقت بتترسخ جوه دماغنا، احنا اصلا مش احنا اللي مقررينها. يعني مثلا بجد البوستس كتير قوي اللي بقت حوالينا اللي هو يا عم ما تخسر لك صاحب ولا صاحبين ما انت حواليك 10، يا عم مش عارفه انت اصلا في حد طالب بيتزا مثلا ل 10 اشخاص لسه حد عنده 10 صحاب. فلا ما في ناس حوالينا عندها 10 صحاب، في ناس حوالينا بجد لسه اصحابها، في ناس بجد حوالينا كويسه، بس احنا فعلا اللي بقينا طول الوقت حاشين نفسنا في زون ان الناس حوالينا كلها وحشه وان احنا ما نقدرش نصلح العلاقات دي. مع ان بجد انا دايما مؤمنه وبجد بحته ان احنا نحاول مره ومليون وثلاثه واربعه. انا في علاقات كتير قوي في حياتي وبجد بجد انا ممكن دي اكتر حاجه انا جريتفul ليا فيها، ليا بجد انا شخصيا، ان انا كتير قوي ما كنتش بيأس في علاقات كتير قوي بجد، حاجات انا فعلا ريليتد ليها. انا ممكن كنت اكتر شخص او ممكن الاكثر كمان شخص اللي دايما بيبادر ان هو طب ما تيجي نصلح العلاقه دي، طب ما تيجي نتكلم. ما كنتش بزهق، ما كنتش بجد بكن ولا بمل في مشاكل كبيره مشاكل صغيره. بجد كنت اكتر شخص بجد دايما بيحاول ان هو طب تعالى عشان خاطري نجرب المره دي، طب تعالى عشان خاطري نجرب نصلح الدنيا، ايه المشكله؟ يعني بلاش نستسهل بجد العلاقه ان هو يلا خلاص الدنيا ضاعت ونضيعها. ولحد دلوقتي على فكره كتير قوي 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 بقول لاصحابي في الكليه نفس الكونسيبت ده وهم عارفين عني حاجه زي كده، ان هو يا جماعه ما تستسهلوش. لو حد بجد قدامكم، حتى احنا كتير بجد بيحصل ما بيننا مشاكل، احنا اصحاب زي اي اصحاب، ده ما ينفيش ان حد يعني ما ينفيش ان الشخص ده مثلا حلو او وحش، لا عادي احنا بشر كلنا بنغلط، بس ما تستسهلوش. مش لقيتوا شخص مثلا عمل مشكله فيا عم خلاص سيبه يضرب دماغه في الحيط، مش شخص مثلا ضايقني في حاجه فخلاص سيبك منه، لا طب ما نتكلم، طب ما احنا بجد في ايدينا ان احنا نصلح الموضوع ده. لو اتكلمنا مره واثنين ومليون ولقينا خلاص بجد الموضوع ده خلاص الشخص ده فعلا بيعاملني بطريقه مش ألذ حاجه، او ان هو مش كويس، او هو مش متقبل وجودي في حياته او ايا يكن، ساعتها هقدر ان انا فعلا افلت الحبل وانا مش شايله ذنب ده. خلاص انا عارفه ان العلاقه دي كده كده اولا الاخر هتنتهي، لمجرد ان احنا عادي ممكن نكون مش شبه بعض، ممكن خلاص حياتنا ما بقتش شبه بعض، مش عشان برضو الشخص ده وحش او انا وحشه، بس خلاص يعني العلاقه دي انتهت اولا عن اخر. اوكي، هو البني ادم بيحتاج يعمل اللي عليه لحد اخر لحظه. في الاخر كده كده هنوصل للمرحله دي للاسف، وهنضطر اننا نرضى
مش من غير ضغط، يعني نرضى بجد بمنتهى اللي هو ايه، هي بنفس راضيه فعلا انه تمام الحمد لله والله ان احنا تخطينا كل اللي فات، وبنحتاج نتقبل فكره انه خلاص هي كده كده مراحل، وهيجي الوقت اللي البني ادم هيضطر يختار فيه ناس معينه، هتبقى قله قليله جدا، اقل بكتير من مثلا شله الجامعه، من شله ثانوي، من فترات اللي كانت قبل كده، وهيبقوا هم دول بقى خلاص. زي بجد فكره صحاب العمر، اللي هو خلاص مش لازم نبقى احنا صحاب من زمان قوي، بس احنا وصلنا بناس مثلا 3 4 هم دول اللي احنا عارفين بعض كويس، فاهمين بعض كويس، مش بنجادج بعض، مش بنقف لبعض على الواحده، الدنيا يعني بنروح ونيجي ونتسحل في الحياه، وبيفضلوا هم دول. انا لحد دلوقتي للاسف مش قادره اكسبت فكره ان الناس فترات في حياه بعض، رغم ان انا واصله الليفل ان هو خلاص بجد انا مش فاضل لي غير صاحب باين واحد وكده، فاهمه؟ فصباح الفل، فكل حاجه حواليك السيريال اللي نايمه على كده. اه لا بجد يا بسمة، بحس ان احنا دي حاجه طبيعيه لازم نتقبلها، ومش حاسه انها على فكره حقيقه حزينه. مش عارفه ليه الناس دايما لما بتقول فكره ان الناس فترات في حياه بعض بتحس ان هم هينزلوا تتر العياط بعدها. ايوه ده كده كده. بس بحس ان هو عادي. انا مش عارفه ليه انا ممكن بجد بتقبل الموضوع ده قوي، عشان بحس ان ده طبيعي. ده طبيعي بجد ان انا في ناس، مش معنى كلمه فترات ان الفتره دي هتنتهي، بس انا زي ما انا قلتها ان انا بحس ان ده اكستريم الفتره دي. اوكي يعني انا الفتره دي هيحصل فيها حاجات فعلا زياده قوي عن الفتره اللي بعدها، او زياده قوي عن الفتره اللي قبلها. دي الفتره اللي انا هيكون مثلا ليا صحاب فيها كتير قوي، دي الفتره هيكون فيها مثلا صحاب فيها قليلين قوي. الفتره دي صحابها انا بحتاجهم في حاجه، والفتره دي صحابها انا بحتاجهم في حاجه، بس هم كلهم بيتقابلوا في نفس النقطه، ان انا صاحبتهم المشتركه، وان انا الشخص اللي كان عايز منهم الحاجات دي كلها، وفي نفس الوقت بيديلهم الحاجات اللي هم محتاجينهم في العلاقه دي. اوكي مش عارفه بجد، بس انا ممكن بجد من الناس بجد فعلا اللي ما بتتاثرش قوي قوي بجمله الناس فترات في حياه بعض، عشان بحس ان احنا دي حاجه حلوه. طب ما انا عشت معاهم فتره حلوه قوي، دي حاجه كفيله ان انا عادي ممكن افضل بجد فرحانه عليها قوي حتى لو الفتره دي خلصت. بس بجد انا برضو مبسوطه ان انا عشت معاهم اللحظات دي، مبسوطه ان هم كانوا موجودين في فتره من الفترات اللي هي في حياتي دي. حاسه انها حاجه حلوه، مع اني من اكتر الناس بجد اللي مرعوبه من فكره التخرج. بس انا مرعوبه برضو ككونسبت، مش فكره ان انا هبعد عن صحابي قد ما فكره ان مفيش حاجه هتجمعنا قد الحاجه دي. هنترمي في الحياه بقى. بالظبط. يعني دي ممكن اكتر حاجه مضايقاني. بس انا صحابي لو انا مثلا بتكلم كضحى، انا عارفه ان انا هفضل طول حياتي بسال عليهم، وان انا بجد هبقى موجوده، وان احنا بجد مش هنتفرق عن بعض. بس هل هيجي مكان هيجمعنا تاني التجميع اللي كانت الكليه بتعملها؟ لا. دي الفكره، دي اكتر حاجه بتزعلني، اكتر حاجه بتخليني متاثره، لان كده انا مش عارفه بعد التخرج كل واحده فينا حياتها هتبقى عامله ازاي. الناس اللي هتسافر هتسافر، الناس اللي هتتجوز هتتجوز، الناس اللي هتعيش حياتها هتعيش حياتها. بس فعلا مفيش هيبقى في حاجه كومن ما بيننا احنا بنقدر نقول عليها الساعه الصبح ازيك عامله ايه، انا نازله الكليه قابليني عند بابنا بيه. اوكي دي الحاجه اللي تزعل. نفس الحوار بجد في ثانوي، نفس الحوار في اعدادي، ان انت المكان اللي كان بيجمع الناس اللي انت بتحبها ما عادش موجود. ده اللي انا كنت بتكلم عليه في الاول، ان البيئه مهمه قوي، المكان اللي بيجمعنا اصلا مهم قوي. بس لكن بجد احنا لو بصينا على الدنيا، وفعلا لو احنا قررنا في يوم كده نصحى بجد نصلح علاقات كتير حوالينا، والله يبقى ده في ايدينا عادي. ان احنا بجد قادرين ان احنا نتكلم، قادرين ان احنا بجد نعدي الدنيا مع ناس كتير حوالينا، ونسال ونتكلم والدنيا تعدي. بحس ان انا طول حياتي يعني مش عارفه، والحمد لله على حاجه زي كده بجد، حتى لو حصل مثلا اي دروبس كده في اي وقت، بس بحس ان انا عمري ما خسرت ولا صاحبه. الحمد لله الحمد لله. ودي حاجه حلوه، يعني حاجه حلوه بجد. حتى لو انا عديت بمشاكل مثلا مع ناس او حاجه، بس بحس ان انا في النهايه قدرت ان انا برضو ان الحاجه ترجع كويسه زي ما كانت، حتى لو مش باحسن صوره، عشان ده كده كده. بس بجد يعني وجود الناس دي كان مهم، وانا كنت حابه ان هم دايما وجودهم يفضل مهم. والناس اللي معايا دلوقتي وجودها مهم برضو، وحابه ان عادي ان احنا كلنا نكمل، ان احنا برضو صحاب، وان الدنيا جميله. هي دي الحياه، ان احنا بنيجي فيها بجد عشان نتعرف على ناس، وعشان نعيش الدنيا فيها، نقدر رسالتنا فيها، يبقى حوالينا ناس نديلهم حاجات هم محتاجينها، وناخد منهم حاجات هم يعني احنا محتاجينها برضو. الدنيا بتمشي كده. بس لكن لو احنا فضلنا معلقين على فكره ان الناس فترات في حياه بعض، هنفضل مقتنعين بالكونسبت ده. بس مش الكونسبت ده بجد مش صح 100%، لانه عادي احنا فتره، بس ده مش معناه ان الفتره دي خلصت. بس هي الفكره ان الاكستريم للفتره دي خلص. حلو. هتبدا كل حاجه ماشيه بالريتم الطبيعي بتاعها، ان انا بقى خلاص الناس دي موجوده في حياتي، بس مش موجوده في حياتي بنسبه مثلا 99% زي ما كانوا قبل كده. زي ما كان. اوكي. هنا الدروب، يعني هنا اعتقد اللي اتكلم في كونسبت ان الناس فترات
كانت دي مشكلته، او انا لما انا مثلا سمعت الجمله دي كانت ازمتي، لان انا خلاص انا اتعودت ان مثلا انا كل يوم الصبح بنزل بشوفهم مقضيين اليوم كله مع بعض، عارفه ان هيجي وقت مش هيبقى بالاكستريم ده فعلا، مش هنشوف بعض كل يوم، بس ما يوصلش لاننا ما نتكلمش اصلا مع بعض. انت فاهمه اللي هو انا بقيت في الاكستريم عكس تماما اللي كان حاصل. فهنا انا بتخض، يعني انا باخدها في نص دماغي وبتخض جدا وما بقاش مستوعبه. وحتى لو انا عندي ability ان انا اصلح، هو اكشلي ما حصلش مشكله. يعني معظم الناس اللي ما بقتش في حياتي دلوقتي احنا بجد ما اتخانقناش، ما حصلش، هو فجاه احنا اختفينا، احنا اتبخرنا، احنا مبقناش موجودين. عندهم وعندي، يعني مش هم مثلا اللي عملوا كده فانا رد فعل، يعني فجاه انا ما بقتش بتكلم مع حد فهو بالتبعية ما اتكلمش، والعكس فجاه حد ما بيكلمنيش فانا بقيت ما بكلموش. ولما جيت اتكلم او حاولت مثلا ارجع، الوضع مش بيرجع زي الاول، فانا بفضل متوتره. يعني انا اكيد معرفش، بس دي حاجه مثلا فيا انا بتوتر جدا، بحس ان انا مش مرتاحه خالص، عشان طول ما انا قاعده مثلا بتكلم انا كل اللي جاي في دماغي الصوره القديمه، احنا كنا ازاي وبقينا ازاي. ف طب ما فاكس. مش عارفة يا بسمة والله، بس بحس ان ده برضو نفس معنى الاستسهال، اللي هو انا برضو يعني عادي، ما عادي، ما الشخص بيفضل موجود. مش عارفة بجد هل ان الناس مثلا لما بتشغل بالها في حاجة بتقل انها تقعد تفكر في الموضوع ده ولا لأ؟ يعني حاسة لو احنا حياتنا مشغولة مثلا بشكل اكتر في حاجات بتلهيني، اكتيفيتيز معينة مثلا انا بعملها، هل الموضوع ده فعلا هنساه والدنيا هتبقى تمام؟ كان تجربه حلو، يبقى بقى الفراغ أزمة الإنسان ده بقى. كده كده. طب ما ده كده كده. ايوه بس بحس ان هو يعني عادي، اصل بصراحه مش عارفه، بحس ان هو كونسبت طبيعي، كده كده صدمه بجد، وكده كده حاجه تضايق، وكده كده يعني عادي هنفضل نفتكر في الذكريات دي طول عمرنا. بس انا حاسه ان احنا عادي نتمسك بالناس دي لان احنا كنا بنحبهم برضو، او ما زلنا بنحبهم، على احسن بجد ما نخسرهم خالص. ايوه فاهمه. فحاسه كده حاجه احسن. الان مضطرين ننهي، فاحب جدا اعرف انتي اتبسطتي ولا لا، وحاسه بايه وكل بقى ده. مبسوطه جدا. والله مبسوطه جدا 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 كمان. حاسه انه كان موضوع حلو يعني بصراحه، عشان بحب موضوع الاصحاب ده قوي. ايوه بحس ان هم ركن اساسي في حياتي بصراحه. الناس القديمه قبل الناس الجديده، وكل الناس بجد بحب اصحابي بجد فعلا جدا. وبحس ان انا ممتنه لكل واحده فيهم، كلهم 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 كلهم، من اول صاحبه عرفتها من اول يوم في حياتي لغايه دلوقتي. لان بجد انا كل شخص ضاف لي حاجه مختلفه في حياتي، حتى لو هي بجد كانت حاجه مش حلوه، بس برضو الحاجه دي عادي علمتني، وعادي بجد الشخص ده برضو هفضل ممتنه ليه، وهفضل بجد فعلا يعني مش ناكره فضله في حاجه زي كده، ان هو كان جزء في حياتي كده، وجزء في يوم ليا كده. بصراحه بسطت ان انا كنت معاكي يا بسومه كده كده، عشان انتي شاطره وعسوله يا لهوي و... يا لهوي. شهاده والله شهادة يا بجد. جدعان. وكلامك بجد حلو يعني. اتمنى ان انا في يوم من الايام اسمع الحلقه دي بعد كام سنه وانا شايفاكي اشهر يا واحده لهوي. بتعملي بودكاست، ونيجي نحضر لك حاجه كده. اجيبك أيوة. هتبقي بقى البارتنر بتاعي موافقة ونعمل حلقة برضه. سوا كده. يا لهوي يا اسطى انتي بجد، انا يعني انا قلت هستضيف ناس ماشي، فكرت كده كده مش هجيب بقى ناس مشهوره وكده صباح الفل لا عيني مشهوره يعني. ايوه ما هو على سكيل بقى المنصوره، فاهمه؟ الناس المشهوره على سكيل المنصوره. فقلت ضحى، طيب حلو، هتكلم مع ضحى عن ايه؟ تمام، الشخص المناسب في المكان المناسب، فانا هتكلم مع ضحى عن الصحاب. الحمد لله بجد لا، حسيت انه ده انت جدا، فانا مبسوطه قوي بجد، مبسوطه قوي قوي قوي. انت من الناس يا ضحى اللي انا بجد بحب اتكلم معاها عامه، وبحب اسمعك جدا جدا، فبجد انا ببسط قوي 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 فعلا بالكلام معاكي يعني. وانا كمان يا بسومه والله. يا لهوي ماشي. تعب. ممتنه جدا لوجودك، ممتنه جدا لدنيا زهره علشان عرفتني على ضحى زهره وما خبتهاش عني وخلتنا بقينا اصحاب، وبقينا احنا الثلاثه اكشلي اخوات. ده كده كده انا حاجه طبعا مضطره اقولها قدام العالم كله، لكل التسعه اللي هيسمعوا البودكاست بتاعنا، ان يا جماعه انا ممتنه جدا بجد لدنيا، عشان هي وعيلتها كلها بيحسوني ان انا انكلودد، وان انا شخص من العيله، وان انا مش مجرد صاحبتها بجد، صاحبتها بس. اوكي. فعامة كده كده الحمد لله، الحمد لله على كل الناس اللي موجودة في حياتنا، والحمد لله على صحابنا وعلى اللي كانوا صحابنا، وزي ما ضحى قالت بالظبط
حتى لو الناس ما بقتش موجودة دلوقتي، حتى لو الحياة بتفرقنا بسبب ما بعد الكلية والشغل وكل ده، ستيل الحمد لله جدا 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 ان البني ادم عدى عليه اوقات كان حواليه ناس جميلة، كان حواليه ناس بيحبها وبيحبوه فعلا، عايش وعمل معاهم ذكريات حقيقي مش هتتنسي ومش هتتكرر، بغض النظر عن ان كل ده مش موجود دلوقتي. ومدى الشعور اللي مش لطيف اللي بنحس بيه في الوقت ده. بس حقيقي هي دي الحياة. مش عايزة أقول مجبورين نتقبل، بس it's okay. كل ما نحاول نتقبل فعلا الأشياء بصدر رحب وإنه لأ تمام عادي، ده كده كده كان هيحصل، ونسعى جاهدين إن ما نخليش نيجاتيف صوت تيجي في دماغنا related بحاجة قديمة، أو تحس إنك ده أنا دلوقتي معنديش حد، وأنا إزاي قبل كده كان عندي صحاب كتير ومش عارفة إيه كل ده. لأ، خليك ممتن على قد ما يا لهوي لايف كوتش جدا، بس دي الحقيقة، أو حاسة إن ده كلام مهم جدا هيفرق في حياتنا احنا، يعني هيفرق معايا قبل ما أكون بقوله لكم. فكده كده احنا عارفين إن الصحاب أهم حاجة في رحلة كل واحد فينا، وإن بجد يا بخت أي حد ربنا كرمه ورزقه صحاب كويسين بالمعنى الحرفي للصحاب، زي ما بيقول الكتاب كده، يقفوا جنبنا ويهونوا علينا الحياة ويساعدونا في كل مراحل حياتنا، بداية من الجامعة، عشان قبل كده بنبقى أصغر ومش مدركين أصلا أهمية الصحاب أو معنى الصحاب في حياتنا. فهيبقى من أول الجامعة لحد فترة ما بعد الجامعة، لحد ما نكبر ونتجوز ونشيل عيال بعض. بجد ده رزق كبير قوي، والحمد لله الحمد لله الحمد لله أنا ربنا كرمني كل مراحل حياتي بالصحاب، من وانا في ابتدائي لحد اللحظة اللي انا فيها حاليا، فالحمد لله جدا. وحاسة بقى يعني عشان ما اطولش عليكم اكتر من كده، اتمنى يكون كلامنا كان خفيف على قلبكم واتبسطتوا معانا. much love.